شايلة طاجن ستك ليه؟ يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. نعمل النهاردة بقى بسكولاته، احلى واسرع حلا تاكلوه في حياتكم، لذيذ قوي قوي ومكونات بسيطة جدا وغرقان شوكولاتة من غير فرن كمان. يلا نبدأ ونشوف هنعمله ازاي. اول حاجة هنحتاج كوباية لبن، كوباية مية، ربع كوباية من السكر، ومعلقتين من الكاكاو الخام، معلقة لبن بودرة، ومعلقة من قهوة سريعة الذوبان، معلقتين نشا، وكيس كريم كراميل. هي دي المكونات، مفيش اي حاجة تانية يا جماعة. طاسة بقى هخلط كل المكونات الجافة على بعض، الكريم كراميل والكاكاو والسكر واللبن البودرة وكمان القهوة سريعة الذوبان والنشا. هديهم تقليبة كده على السريع، وبعدين هنزل عليهم بكوباية اللبن وكوباية المية. بس كده هنقلب بقى شوية لحد كده ما يختلطوا مع بعض، ما بقاش فيه اي كلاكيع قبل ما نحط الخليط على النار. دلوقتي بقى حطيناه على النار، هنفضل نقلب بيه كده بالمضرب علشان ما يتحرقش مننا، ما نسيبش ايدنا منه خالص. اول ما يبدأ يبقبق كده ويغلي خلاص هو كده جاهز معانا. هاتي بقى اي بسكوت عندك كده يكون سادة، هنحطه كده في الصينية اللي احنا هنحط فيها، وهنرصهم بالطريقة ديت زي ما انت شايفة، منسيبش فراغ خالص. زي ما الصينية تاخد معاكي رصيهم، اهم حاجة مبقاش فيه فراغات خالص. بالطريقة اللي انت شايفاها كده غطينا كل الفراغات. هنبدأ بقى نحط شوية كده من الخليط. بصوا بقى هو كل ما بيقعد بيتقل، فانتوا اعملوه بسرعة علشان ما يبصش منكم. لو تقل قوي مش هتعرفوا تعملوا بيه. بعدين هنرجع نحط طبقة تانية من البسكوت بنفس الطريقة كده، هنرصهم زي ما قلتلك، ما تسيبيش اي فراغات. الحتت الصغيرة دي كسري بسكوت وحطيها برضو فيها. نحط طبقة كمان من الخليط، خليط الشوكولاتة بالطريقة اللي انت شايفاها دي. ودلوقتي هنرجع نحط طبقة تاني من البسكوت، هنرصهم بنفس الطريقة. سهل جدا يا جماعة، ما بياخدش وقت خالص، وكمان طعمه حلو قوي قوي ولذيذ وبارد كده وبيدوب في بقك دوبان. بجد طعمه جنان، لازم تجربه. طعم الشوكولاتة بيبقى فيه حلو قوي قوي. هنحط بقى اخر طبقة كده على الوش شوكولاتة، وهنساوي الوش كده بالطريقة دي عشان دي هتبقى اخر طبقة معانا، عايزينها تبقى شكلها مظبوطة وحلوة. عندك بقى فتافيت البسكوت اللي نزلت من البسكوت على شوية سوداني، شوية مكسرات، وزيني بيهم كده. وممكن ما تحطيش حاجة خالص، رش شوية كاكاو على الوش. اي حاجة عندك اعمليها، بجد كله بيبقى حلو قوي. وهي بصراحة طعمها لذيذ من غير اي حاجة. حطيت بقى كام بسكوتة كده على الوش للتزيين فقط، وبس كده البسكولاته بقت جاهزة معانا. نحطها بقى في التلاجة شوية تجمد معانا. وبعدين بقى انا بعد ما طلعت زينتها بصوص شوكولاتة وصوص كراميل. تقدري طبعا تستخدمي كيس الكراميل اللي جاي مع الكريم كراميل، هو بيبقى 2 باكت، واحد كريم بودر والتاني كراميل. الكراميل بقى حطيه على الوش كده. انا ما كانش عندي بصراحة، كنت استخدمته في حاجة تانية فحطيت بداله صوص شوكولاتة، وهتديكي نفس الشكل الحلو وطعمها هيبقى حلو قوي قوي. هنا بقى كنا خلصنا وبقت جاهزة معانا على الاكل، مقرمشة ومليانة شوكولاتة وبتدوب ذوبان في البق، وكمان مكوناتها بسيطة جدا وباردة من غير فرن ولا اي حاجة خالص، واي حد يقدر يعملها بكل سهولة، ما فيهاش اي افتكاسات. بجد لازم تجربوها، جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. متنسوش تشتركوا في القناة، كتروا الشير، واشوفكم على خير.